بصوا بقى، خلينا متفقين اللي ما جربش المحشي بالطريقه دي بجد فاته كتير جدا. ليه يا جماعه ما بتعملوش في الفرن؟ هنحطه في صينيه في الفرن، بجد حكايه خطير، هيغير مفهومكم تماما عن محشي ورق العنب اللي انتوا اكلتوه قبل كده. سهل وبسيط جدا وبجد رائع. هيطلع معاكي مستوي جدا، وبجد بصوا شايفين من جوه عامل ازاي؟ حكايه. اول حاجه هنحضر ورق العنب بتاعنا، هنشيل العنقود منه بالشكل ده. تقدري تشيليه طبعا بالسكينة او بالمقص او حتى بايدك. هبتدي بقى اظبطه كله فوق بعضه بالشكل ده عشان يسهل عليا الشغل بتاعي. اهم حاجة واحنا بنيجي نسلق ورق العنب، نحطه في حاجة تكون ضيقة علشان ما يفركش مننا كده ويبوظ مننا، ويبقى كل واحدة في حتة. تمام، عايزاه كله يبقى فوق بعضه بالشكل ده. لاحظتوا ان انا يدوب حطيته وقلبته على الناحية التانية على طول، وده مهم جدا. ما تسيبوهوش يتسلق شوية حلوين، لا، هو يدوب كده لونه هيغير، تقلبوه على الناحية التانية على طول. هصفيه وبعد كده هحطه بقى تحت الحنفية عشان يتغسل كويس جدا. التسبيكة بتاعتنا بقى نص كوباية من الزيت، وعليهم بصلتين كبار مفرومين ناعم قوي، معلقة صغيرة كمان من الملح، وكيلو من الطماطم. لاحظتوا تقيلة قوي، انا بحبها كده. تمام، ما بحطش فيها مية، بضربها في الكبة مش في الخلاط. هنحضر بقى الخضرة بتاعتنا، شبت وكزبرة وبقدونس، ونقطعهم كويس جدا. الستيك بقى انا بحب الحقيقه اروح عند الجزار واسيبه يقطعه قدامي بنفسه، علشان ما بحبوش يعني تخين قوي ولا رفيع قوي، بحبه كده سمكه معين علشان يريحني في التسويه بتاعته. في طاسه بقى على النار هحط معلقتين من الزيت، وهنزل بالستيك بتاعي بالشكل ده. عايزه اعمل له صدمه. الخطوه دي مهمه جدا على فكره، بتحتفظ اللحمه بالعصاره بتاعتها، يعني بتكون جوسي كده من جوه، ما بتنشفش خالص مننا. هضيف كمان رشة صغيرة جدا من الملح، وزيهم من الفلفل الاسود. هبتدي اقلبها على الناحية التانية، وهكرر نفس اللي انا عملته، برضو رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. انا عايزة درجة تحمير اللحمة تكون قوية، يعني دهبي غامق شوية. حطيت كمان فصين من التوم، بيفرق جدا وبيديها نكهة حلوة قوي. ولو في روزماري ياريت تحطي كمان. شايفين دي درجة التسوية بالظبط اللي انا عايزاها. هخلص الكمية بتاعتي كلها واسيبها على جنب. الرز بتاعي بقى غسلته وصفيته كويس جدا. هضيف بقى عليه معلقة صغيرة من الملح، وزيهم من الفلفل الاسود، وكمان شطة ودي طبعا اختيارية، وتوم باودر، وكزبرة جافة، وبهارات. تقدري كمان تضيفي بابريكا في المرحلة دي. هنقلب كويس جدا، والتركية دي بجد بتجيب ريحة المحشي من الاخر خطير، هيبقى فعلا محشي مميز قوي. هضيف عليها الخضرة بتاعتي، وبحب اضيف خضرة كتير زي ما انتوا شايفين كده، وانزل كمان بالصلصة بتاعتي. حاجة بقى مميزة لورق العنب فقط، دبس الرمان خطير بجد. بحط 3 4 معالق، بيعلي مزازة ورق العنب جدا على فكرة. وكمان ربع كوباية من الزيت علشان يديها فلفلة، يعني عشان تمسكي الصباع وانتي بتاكليه ما تحسيش الرز معجن جوه، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبتدي بقى اجيب ورق العنب بتاعي الناحية اللي هي ناشفة او سوري الناحية الخشنة شوية مش الناعمة، وابتدي احطها على طبق، واحط كمية من الرز. ما تبالغوش قوي في كمية الرز زي ما انتوا شايفين عشان ما يفرقعش منكم، وتبدأوا ان انتوا تلفوه من الجوانب وتلفوه كله زي ما انتوا شايفين كده. هعمل معاكم واحدة تانية الناحية الخشنة، واحط شوية من الرز، وابتدي الفه كده في الجنبين، وابتدي انزل بيه بالشكل ده. انا الحقيقة بحب اعمله على ايدي، بيسهل عليا وقت ومجهود جامد قوي. بنفس الطريقة بس على الايد بقدر اعمل اكبر كمية في وقت قليل جدا. خلصت الكمية بتاعتي كلها بقى، لاحظت ان انا اتحكمت في الصباع، يعني سواء الورقة كبيرة او صغيرة بطلع الصباع نفس المقاس. ده بيكون شكله بعد ما خلص. هحضر بقى بطاطسايه بقطع شرايح رفيعه، وكمان بصلايه وطماطميه. وحضرت كمان الصينيه اللي انا هشتغل فيها، حاولت ادور على اكبر صينيه عندي يكون ارتفاعها عالي عشان تتحمل اللي احنا هنعمله فيها. تمام، رشه صغيره جدا من الملح وزيهم من الفلفل الاسود، وهبتدي ادعك الخضار بتاعي بالشكل ده. ودي هتكون القاعده اللي احنا هنشتغل عليها بالظبط كده.
نبدأ بقى ان احنا نحط الستيك بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا مش هتنزل خالص عن الشوية اللي في الاخر دول او البهاريز، بجد من الاخر. نبدأ بقى نرص ورق العنب بتاعنا. ده بيكون شكله. تركاية مهمة جدا بقى عشان ورق العنب يطلع معاكي ناجح ويطلع بطعم كده مميز قوي. ضيفوا ليمون يا جماعة، بصوا زودوا على قد ما تقدروا ليمون كتير قوي. انا حطيت نص كوباية معصورة، ما تحطوش ليمون شرايح بيدي مرارة، يعني اعصروه حطوه يبقى افضل كتير. وكمان 3 4 معالق كده من دبس الرمان برضو بيفرق جدا. المرقة بتاعتي بقى بحاول ما بزودش خالص، يعني بحاول على قد ما اقدر ما تغطيش اول صف زي ما انتوا شايفين كده. اي نوع مرقه متوفره عندك. هبدا بقى ان انا اغطيه بورق بالشكل ده زبده، وبعد كده بورق فويل. اهم حاجه يعني غطه كويس جدا، لان ده اللي هيساعد على التسويه بتاعته. درجه حراره الفرن في الاول 200 لاول نص ساعه، بعد كده بسيبه على نار هاديه. يعني ما تستعجلوش عليه، تسيبوه بقى ساعتين ونص 3 ساعات، خلوه على نار هاديه جدا. كل ما يستوي على نار هاديه كل ما يبقى احلى، ويبقى جوسي من جوه كده وطري قوي، وبجد كده خطير. شايفين؟ مفيش رزايه واحده طلعت منه، حلوه قوي بجد. ومن جوه لما تفتحوه بقى مفلفل اخر حاجه. تعالوا نشوف اللحمه بقى قد ايه دايبه، دايبه جدا، تحفه بجد. لازم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم. لو الوصفة عجبتك ما تنسيش لايك وشير. اتمنى ان شاء الله تتابعوني وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. باي باي.